السلام عليكم، اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. وده الفيديو الثالث من ابلكيشن تيك توك اللي مستمرين فيه باذن الله. احنا اخر حاجه عملناها اللوجن سكرين، وصلنا للشكل اللي احنا شايفينه ده، فاحنا طبعا محتاجين ان احنا نكمل. فتعالوا بقى نعمل اول سكرينه واللي هي اللوجن سكرين. تعالوا نشيل الكلام ده كده كمان من عند السنتر هنا كده بالشكل ده. هنكتب اول حاجه سنجل تشايلد سكرول فيو علشان هنعمل جواه كولم، وبعد كده هنكتب children. اول حاجة عايزين نضيفها اللي هي الصورة او الايكون بتاعة التيك توك، فاحنا عايزين ان احنا نيجي هنا كده ونعمل فولدر جديد، تمام، ونسميه assets بالشكل ده ونضغط انتر، ونجيب الايكون بتاعتنا او الصورة بتاعتنا. انا حاططها عندي هنا كده اهي. هعمل لها بس كوبي وادخل جوه الاندرويد ستوديو واحطها في الملف اللي انا عامله. لو بصينا هنا كده هنلاقي الايكون معانا، تمام. بعد كده هندخل على البوب سبيك يامل علشان نبدأ نظبط الفايل هنا. هنشيل طبعا الكلام ده كله، نضغط كنترول وحرف ظا، هنشيل اخر سطر ونحاول بقى نركز في الجزء ده لان الجزء ده مهم. اول حاجة عندك حرف ال A بيكون تحت الهاش على طول، بعد كده اللي هو بداية الكلام هنا بيكون الباص بتاعك. تعالوا نكبر شوية عشان نكون شايفين. البداية هنا كده بتكون طبعا عند حرف التي، فاحنا دلوقتي مش عايزين نحط الباص، عايزين نحط الباص بالظبط اللي هو لحد اساس. بمعنى ان انا كل الصور اللي هضيفها هنا مش هرجع اضيفها هنا تاني، انا عايز اعمل الخطوة دي مرة واحدة بس علشان ما افضلش كل حبة اضيف، كل ما احط صورة ارجع اضيف الصورة هنا كده. فبكل بساطة هنكتب assets، تمام اهو، ونحط سلاش زي كده ونعمل بس بوب جيت. استنى لحظات، تمام، اشتغل معانا. نرجع بقى للوجن سكرين ونعمل جيت ديبندنسز، وهنيجي هنا نبدأ نحط الايكون بتاعتنا اللي هي هتكون مثلا image.assets، تمام، ونحط الباص بتاعنا. طب هنجيب الباص ازاي؟ هنقف على الصورة، كليك يمين وبعد كده كوبي باص او ريفرنس، وهنختار اخر واحدة ونحط هنا كده كنترول حرف ال V بالشكل ده كده. كده الصورة تمام معايا. تعالوا نشوفها مع بعض كده، نعمل كنترول حرف ال S. طيب زي ما احنا شايفين كده الايكون اشتغلت معانا، بس عايزين نقلل السايز بتاعها شوية. فتعالوا هنا كده ونكتب الويدث ونخليه مثلا 200 ونشوف كده. طيب زي ما احنا شايفين كده الايكون صغرت معانا، عايزين بس نخليها في النص، فتعالوا نخلي الكولم ده في النص. هنشيله بس كده كنترول اكس وهنكتب سنتر بالشكل ده كده، وبعدين تشايلد، وبعدين هنحط كنترول في ونعمل كنترول اس. هنبص كده هي جت في النص. هنيجي عندنا في الكولم، احنا طبعا عاوزين دلوقتي ننزل الايكون دي تحت شوية، فهنيجي هنا فوق كده ونعمل سايزد بوكس بالشكل ده كده، هنحط هنا كوما، وبعد كده هنرجع ونقول ان الهايت مثلا 100، تمام، ونقول كنترول اس. شوف كده كده تمام، السايز هنا كويس. تعالوا بس نضغط الت انتر ونعمل اجنور. يبقى احنا ظبطنا كده الايكون بتاعتنا. بعد كده عايزين نعمل كمان تكست، هنيجي تحت هنا كده ونكتب تكست. التكست ده اسمه ويلكم بالشكل ده. طيب احنا كده عملنا التكست، بس طبعا احنا هنشتغل على فونت معين، فمحتاجين ان احنا نجيب اللايبراري او الباكج بتاعه جوجل فونت. فهندخل على جوجل، تمام، هنسيرش على جوجل فونت، جوجل فونت بالشكل ده كده، وطبعا هتكون فلاتر. هنخش على اول واحدة فلاتر باكج في البوب ديف، وبعد كده انستولينج، وناخد طبعا الباص ده كده نشيله كده ونحطه عندنا في البروجكت في البوب سبيك يامل فوق هنا كده، انتر، ونحط الجوجل فونت هنا كده. وبعد كده هنعمل بوب جيت. ما تنسوش طبعا بوب جيت لان الموضوع ده مهم علشان الابليكيشن يبدا يتعرف على الباكج دي او اللايبراري دي. طيب بعد ما خلص تحميل هنبدا بقى نرجع للوجن سكرين، وهنيجي هنا كده، تعالوا ننزل دي، وهنحط اول حاجه كوما وبعد كده ستايل، بعد كده جوجل،
جوجل فونت، وبعدين دوت، ونختار طبعا الفونت اللي احنا عايزينه. فاحنا الفونت بتاعنا اللي هو الفونت ده. تمام كده. هنعمل بس الكولر، هنخليه colors دوت وايت، وكمان هنخلي السايز بتاعه فونت سايز 32 بالشكل ده كده، ونضغط كنترول حرف الاس. زي ما احنا شايفين كده ظهرت معانا الكلمة. تعالوا بس نظبطها كمان، نخلي ان الكولر اصلا جراي، هنخليه جراي بالشكل ده كده. كده كويس جدا. عايزين نعمل كمان تكست تحت، فتعالوا ناخد ده كوبي، كنترول سي، وننزل تحت كنترول في. طبعا هنغير التكست نفسه، فهنحذف دي كده. هنكتب هنا كده جليد، وهيكون نفس الخط. بس تعالوا نغير هنا، نخلي دي نكبر الخط هنا شوية بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا نضيف حاجة كمان، نخلي ان الفونت ويت هنا فونت ويت بالشكل ده، وهنخليه بولد. ده بالنسبة للي هو الويلكم اللي هو اول تكست، كنترول حرف الاس. تمام، اعتقد كده كويس جدا. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.